السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهاردة هنعمل شوية قرص كده محشيين بالعجوة او سادة، بيطلعوا معانا حلوين جدا زي ما انتم شايفين، طالعة معانا تحفة بإذن الله. تجربوها كده اما قدرنا وتظبط معاكم. نقول بقى بسم الله وندخل على بركة الله، نبتدي الفيديو. هيكون معانا كيلو من الدقيق، وتقدري تشتغلي في كيلو ونص او 2 كيلو وتضعفي الكمية. اول حاجة طبعا بنبتدي ننخل الدقيق، وبيكون معانا برضو معلقتين كبار من السمسم. لو السمسم بتاعك ابيض بتحطيه على النار هادية خالص وتبتدي تحمصيه كده، بس ايدك تكون فيه. ما بتحبيش السمسم جوه القرص تقدري تستغني عن الخطوة دي خالص. وبيكون معانا كمان معلقة صغيرة من المحلب، وانا بحط دايما للقرص برضو معلقة من الشمر ومعلقة من اليانسون، يكونوا طبعا متحمصين ومطحونين. السمسم اهو معانا على نار هادية خالص، وايدنا فيه كل شوية كده بنقلب فيه. لو عندك السمسم محمص تقدري ايه تشتغلي بيه على طول. اول ما يتحمص هننزل بقى بمعلقتين كبار كده على الدقيق بتاعنا اللي احنا نخلناه، وطبعا معانا ذرة ملح، وبيكون معانا حوالي 3 معالق كبار من النشا، وبيكون حوالي برضو 5 معالق كبار من السكر. يبقى هي دي كل مقاديرنا. ومعانا طبعا كوبايتين من السمنة. وطبعا بقى هنلم العجينة بايه؟ تقدري لو عندك لبن قاطع او لبن رايب او كوبايتين زبادي او عليهم يعني شويه ميه، او لو مش متوفر ده كله ممكن تشتغلي بميه على طول. هي في جميع الاحوال والله بتطلع معانا تحفه. بنحط كمان معلقه كده كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف، وبنحط كمان معلقتين كبار من الخميره الفوريه. انا حطيت 3 عشان انا شغاله على كيلو ونص من الدقيق. لحد كده تمام يا جماعه. بنقلب بقى كل المواد الجافه كده مع بعض. لو السكر بودر بتحطيه على ايه؟ على الدقيق وبتقلبي. اما لو السكر خشن تقدري تقلبيه في ايه؟ في اللبن زي ما قلت لكم كده، او في الميه اللي هتشتغلي بيها. في الوقت ده بقى كده بنكون مسيحين سمنه. شايفين انا حطيت عشان السكر خشن حطيته ايه؟ على اللبن. بندوب بقى ايه السكر كويس جدا، وبنحطه كمان على النار. لازم طبعا يكون دافي معانا. يبقى لو اللبن بودر بتحطيه على الدقيق، اما لو كان خشن بندوبه في اللبن. هنبتدي بقى نحط السمنة. هنحط كوبايتين من السمنة ونبتدي بقى نبس ايه؟ العجينة. مهم جدا بقى يا جماعة الخطوة دي. نبتدي كده نبس فيها كويس جدا لحد ما كل الدقيق يتشرب من السمنة. شايفين على كف ايدينا كده. وتقدري على فكرة لو متوفر عندك عجان تشتغلي بيه. شايفين يا جماعة بقى عامل زي حبات الرمل المبلول كده. هننزل بقى باللبن اللي احنا دوبنا فيه السكر، وزي ما قلت لكم لو في كوبايتين زبادي وتكملي بميه، او لو ما فيش اشتغلي بميه على طول. ريحه يا جماعه الخبيز في البيت بتبقى يعني بص بتحسسك بالخير، حلوه جدا. وحاجه كده موجوده تحطيها كده تحتفظي بيها في الديب فريزر، في اي وقت بتطلعيها تحطها في الميكروويف او تسيبيها كده. هي مجرد ما بتفك بتبقى حلوه حلوه جدا يا جماعه معانا. شايفين بعد ما حطيت بقى اهي واتلمت معانا؟ شايفين ملمس القرص تحفه حلوه جدا.
على طول بقى كده بنلمها ونحطها ايه في البولة، وعلى طول بنغطيها ونسيبها طبعا معانا شوية كده، مثلا ربع ساعة، يعني ما تخمرش قوي قوي معانا، لا هي ربع ساعة كده يا دوبك، بس هنريحها عقبال ما نخلص شوية الايه الحاجات اللي عملنا فيهم ونغسلهم وكده، بتكون اهي ارتاحت معانا 10/10، حلوة جدا. معاكي بقى عندك عجوة، تقدري تعمليها سادة زي ما تحبي. العجوة بقى احط عليها معلقة من السمنة البلدي كده ومعلقتين من السمسم، بتبقى تحفة. شايفين يا جماعة ملمس القرص حلوة جدا. في الوقت ده اول ما هبتدي اشكل القرص، فرن يسخن على طول على درجة حرارة 240، السلك في الرف اللي فوق خالص. نحط في قاع الفرن صينية فيها شوية مية بتوزع معانا الحرارة وبتطلع معانا هايلة. يبقى المية السخنة كده يا جماعة مهمة جدا. والتسوية طبعا بصي ما بتحتاجيش اصلا تولعي شواية، كل ما بترفعي السلك لفوق كل ما بيوزع معاك الحرارة كده وبتلاقيها استوت من فوق ومن تحت. شايفين ملمس القرص حلوة جدا، ان شاء الله تجربوها كده بنفس الطريقة وتطلع معاكم احلى من يعني مني بكتير كمان. سهلة وبسيطة، تقدري حتى تجربي في نص كيلو، وبتعمل معاك كمان كمية حلوة جدا. تقدري كمان تديها للأولاد في اللانش بوكس، حلوة أوي، حاجة مضمونة كده وعاملاها في البيت وبتعمل معاك كمية حلوة. نبتدي بقى على طول على طول، كل ما تعملي كده قد 4 5 تروحي ايه مبططاه، ما تستنيش لما تخلصي الصاج كله وبعد كده تبططيه، لا، اول باول كده، ونروح ايه يا دوبك كده خطين 3 كده في النص بالسكينة وكده تمام. ممكن بقى تعملي سادة. شايفين بعد ما خلصنا بنسيبها بقى تخمر كده يجي نص ساعة. في الوقت ده بقى ايه ممكن تعملي مثلا من نفس العجينة شوية من كعب الغزال او شوية من القراقيش، كل ده ينفع معانا من نفس العجينة دي. يعني ممكن من كيلو دقيق او كيلو ونص دقيق تعملي كمية حلوة جدا من القرص والقراقيش وكعب الغزال. كل ده يا جماعة تقدري تطلعيه من نفس العجينة اللي احنا بنشتغل بيها. شايفين ده بقى ايه القراقيش كده انا بلفها كده زي ما انتوا شايفين عشان بتدينا توريقة حلوة جدا من جوه. وبنقفل كده الحروف. زي ما انتوا شايفين واضحة معانا، نبططها بقى كده ونبتدي تقطعيها كده ايه زي ما تحبي. تقدري تسيبيها كده او تدهنيها مثلا ايه بكوبايه زبادي كده على معلقتين لبن بودر، تدهني الوش وتحطي على الوش مثلا حبه البركه، تحطي على الوش شمر وينسون او سمسم، او تسيبيها ساده برضو، كله يرجع لحضرتك. اهو هنبتدي بقى نقطعها. وبرضو كل الايه اللي بيطلع ده بنحطه على صاج، وخصوصا يا جماعه لو كانت الصاجات بتاعتنا اللي هي المجلفنه دي. طبعا لو صواني ألمونيا بتبقى حلوه جدا، انا عندي ألمونيا وعندي اللي هي الصاجات المجلفنه. لما بتحطي بقى كمان شويه الميه في قاع الفرن بيوزع الحراره وما بيخليش الصاج يحرق معاكي ابدا ابدا القرص ولا اي حتى معجنات بتشتغلي فيها. كده تمام. بصوا بقى بنشتغل ونعمل كل الكمية بتاعتنا ونسيبها تخمر في مكان طبعا دافي عشان الجو الوقت بارد، بتبقى هايلة. شايفين كده خمرت معانا وعلى طول على طول على الفرن اللي هو سخن معانا زي ما قلت لكم قبليها على طول، والمية كمان في قاع الفرن. وشايفين السلك فوق خالص، طلعت يا جماعة تحفة حلوة جدا، متاخدش وقت خالص، تلت ساعة كده تلف الصاج مرة كده وخلاص، وبعد كده تلاقي احمرت فوق زي تحت. لو وصلت معايا لحد كده بقى وحاسة انك استفدت من الفيديو، لايك وشير وتعليق جميل منكم.
اهم حاجة يا جماعة انكم تدوسوا على اللايك. بكده بقى خلصت وصفتنا، انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. اسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.